كورونا 77 و 77 كان عبدو مازال باه ما عبدو. فكرش يتزوج. مرشد اسي مرشد عبدو، عمرك درتي الطريق ديال تاورير وجده؟ لا. عرفتي الطريق ديال تاورير وجده ملي كديرها كتحسب راسك غادي 3 ايام مع فينا الخلا. الا فات الخميسات، الا تفلت الا فات. شوف انا كنحس بها، كيعطيك الاحساس بانها طويله بزاف، هي راهي واحد شويه، ولكن بكثره ما فيها هي الخلا تحس براسك راك غادي 3 ايام وانت غادي. تحيه الناس تاع تورير، تحيه الناس تاع وجده، من عمر البوليس حتى سيدي يحيى، وتحيه الناس تاع لازاري وسيد الاخضر وكاع وحي الاندلس. دريس والله لا عزاز عليه بزاف. اصحاب لازاري راهم يشوفوا لنا شعلان الجوارينا جدك قرب العالي الله راهم يشوفوا. لا والله راح كنضحكوا والله لا مأساة. مغنيه والله لا راه نايضه فيها بالله من البارح والله لا كنشوفها الو كنشوفوا العوافه صاحبي طالعه. راه مصيبه صاحبي. الله يجعلها تمر سلاما وبردا على خوتنا الجزائريين. رانا نتمنوا لهم الخير. والله لا البارحه عبدو انا حطيت واحد البوست وقلت رغم الصراعات الإنسانية أولا، اللهم ارحم اللي مات ودعاؤنا للمصابين ولا مكان للخصومة في الأزمات. هي باش صحيح أننا لا نطيقكم، لكن في هذه الأمور هذا نسأل الله تعالى أنه يكف المآسي هذه اللي مع الأسف يعني الأقمار الاصطناعية سي مرشد تظهر يعني حجم كارثة كبير في الولايات الشمالية، سكيكدا، قالما، تيبازا والنواحي وهران، راهي لا إله إلا الله. ما لم يعد الانسان ولاو دابا راهم يهربوا في الناس، ما بقاش مساله محاصيل ولاو الناس. تخيل واحد الفيديو مع الاسد الصادم، يعني جثث متفحمه ما قدراش انها تهرب من اللهيب ديال الحراره. كارثه كبيره صاحبي، نسال الله تعالى تمر هذه الازمه هذه في اقرب وقت ان شاء الله ويحفظ الله تعالى البلد. شوف اخي ادريس، انا راك عارفني كيفاش كيفاش كنتعامل مع هذا الملف المغربي الجزائري، ولكن باش نكونوا شويه صادقين ومنصفين. المواطن في الجزائر لا قيمة له ببساطة. هاد الحرائق منذ مدة وهي كتعود، وهما عارفين انها كتكون كل صيف، كتكون كل صيف، ومع ذلك لم يجدوا حلا. شنو هو الدور ديال واحد الدولة ولا واحد الريجيم، واحد النظام، اذا لم يجد حلا لواحد الازمة كتعود كل عام؟ ما جاتناش مرة في 20 عام جات على بغتة ولا كذا زلزال او كذا، نو، هذه ازمه كتعاود كل عام. اشنا هو الدور ديالك انت كمسؤول على هذا الشعب هذا؟ شنو هو الدور ديالكم؟ لا والواعر شنو هي؟ كيفاش انت تخرج في الامم المتحده وتقول الدوله الجزائريه يعني تعفو مثلا ولا تسامح في ديون تقدر بمليار ونصف دولار، وانت ما عندكش حتى كنادير وما عندكش حتى يعني باش تطفي العافيه. يعني ونزيدك حاجه اخرى، راه سيتي اون 2022 الرئيس الجزائري كان في لقاء مع الامريكيين وطلب يعني طائرات. يعني انت من 2022 راهي 4 سنين جيسكا بريزون ومازال ما عندك والو. ونزيدك حاجه اخرى، المغرب نهار اعلن بانه ما غاديش يكون عيد الاضحى، الاسبوع اللي من بعده شنو وقع؟ الاسبوع اللي من بعده تم اعطاء الانطلاقه، وربما قليل المغاربه اللي غيكون رد البال لهذه النقطه هذه، ان المغرب اعطى الانطلاقه عبر صاحب الجلاله من اجل بناء ما يسمى بالمراكز الاستراتيجيه للحد من الظواهر الطبيعيه، وبداو بقنيطره هي الاولى. اذا راكم تعقلوا عليها تشفع عليها سي مرشد. لا ما المغرب مباشره بعد الاعلان بان العيد ما كاينش، السيمانه اللي من بعدها تم بناء ما سمي بسنبوغ، راه عنده المعلومه، ما يسمى بالمراكز الاستراتيجيه للحد من الظواهر الطبيعيه. وعرفتي القيمه ديال المشروع شحال؟ راه 10 مليار جو بونس، راهي ميم باري واصله، يعني ارقام فلكيه كبيره. يعني في كل ولايه عندنا حنا ولا في كل جهه غادي يكونوا عندنا هاد المراكز ديال اولا ديال الايواء ديال اولا ديال المغرب وعطات الاكل ديالها. يعني انت باش تكون كلاسي 5 مونديال كدوله عندها الكندير في العالم، هذه ما غاديش تجي من لا شيء. راك مكلاسي مور 4 اللي عندهم، عندك كندا، عندك اسبانيا، جو بونس كرواتيا، وما عرفت شكون هي الدوله الاخرى، وحنا الخامسين. حتى سيدي حتى مسيرات الفيضانات اللي كانت في القصر الكبير والعرايش وفي هذه المشتى هذه، راه كان واحد العمل جبار. كانت كلشي كان موبيليزي
دوك لي كادر ديال المياه والغابات، ديال الفلاحه، ديال الداخليه، كلشي الاطر كانت واقفه على رجليها، كانت الحمايه الوقايه المدنيه كانت واقفه على رجليها، كلشي كان حاضي راسو، لان كنا راه كانت قدرت الحمد لله اللي سلكناها اون سون سور تري بيان سي دريس العظيم، راه كانت قضيه صعيبه. وشنو هذا شنو هذه هي القيمه ديال الدوله. كان حسن تدبير السي مرشد في هذا Exactement خويا. ديال الفيضان، كان حسن تدبير لانه ببساطه تكلفات به الدوله، ونتكلفوا به المنتخبين ديالنا كما مكلفين الان بالناس ديال الحوز وكذا. سعدوا ما نسوش المجتمع المدني الذي انخرط بفعاليه في هذا الامر. نشكر الناس اللي يعني في اطار هذيك سيفيليزاسيون، والناس اللي ساهمت مشكور. نخليو والله السيد هذاك الكلوب نتاع ذاك الكلوب ديال قنيطره الله اعلم ديال الجيتسكي، دي سبورتيف كيديروا جيتسكي اللي مشاو بقاو كيخدموا بلا موتوسكي تاعهم، وكيديو المال هذا ويجيبوا هذا يوصلوه للكاميون وديوه لفين غادي يسكن. برافو. شوف اصاحبي كي داير الشعب كيفاش. هذا هو الحضاره ديال القرون ديال 12 قرن. هنا فين كتلمسها، لان لامبليكاسيون الي عفويه دي مانيير فولونتير هكذا صافي. السلام عليكم، تبارك الله عليكم سيدي عبد الله. مرحبا اخي العزيز. قالوا لي راكم طيبين 47 ونص. فريمون زعما نقول لك الصراحه واحد لا شالور هذه المره. تبارك الله عليكم السي ادريس، السي مرشد وسعود والخوت كاملين. واحد لا شالور زعما واش داك الشيء اللي راه واقع في الجزائر. سي عبد الله انتم هنايا واحد 5 دقائق ما نفوتهاش انا معكم. سير سيدي عبد الله. مرحبا. شوف انا اللي كنشوفه بالنسبه للشيء اللي واقع، وربما واحد الكلام اللي تحدث فيه الاخ ادريس، وخاصه ديك المراكز الاستراتيجيه اللي دارت، وانا نظن دارت من بعد واش بعد الزلزال ولا شي فيضانات بحال هكا، خاصه يعني كتكلف بها ربما الجهات، وكاين ما نعرف شحال من مركز. وهي الا بغينا ندخلوا ديك الثقافه المدنيه، وهنا بطبيعه الحال يجي الدور ديال المجتمع المدني بطبيعه الحال والدوله، لا بالنسبه للزلازل ولا بالنسبه للفيضانات ولا الحرائق بحال هكا، وخاصه الحرائق ديال الغابات. انا اعتقد بان المغاربه خاصه المياه والغابات، نقولها بكل صراحه لان نعرف مجموعه من الاخوه المهندسين ولا الناس كيفاش كيتعاملوا مع الغابه، عندنا هاد الثقافه، عندنا هاد القوانين، بخلاف الجزائر. الجزائر كاين فوضى، نقولها بكل صراحه، بالاضافه للامكانيات اللي خصها توفر. هنا انا كنشوف بان من 2019 الى 2020 اصبح هذا الامر يتكرر. شفنا معارضين جزائريين اتهموا بان هناك اجنحه اللي كتقوم بهذا الشيء. الى اي درجه هذاك الشيء صحيح والله اعلم، ولكن انت مع شحال من حريق. هما بطبيعه الحال البعض منهم يحاول انه يقول بان كاين ايادي اجنبيه وبغاو يلصقوا في الاجنبي ويلصقوا خاصه في المغاربه، وهذا بطبيعه الحال غير صحيح، وانما كيرجع الى بغينا نقولوا تدني المرفق العام ديالهم بصفه عامه، لا في توزيع الماء ولا توزيع الكهرباء ولا في هذا الشيء ديال سميتو. المغرب تطور في هذا الجانب رغم على الانتقادات في هذا المجال، لا على مستوى الجهات ولا على مستوى الاقاليم ولا على المستوى الوطني، بمعنى كاين سياسه، كاين رؤيه، وخاصه ديك اللجان اللي كتولى هذا الامر هذا وكتكون مسؤوليه لان لا قدر الله راه شفنا مثلا الفيضان اللي تكلمتوا عليه ديال القصر الكبير، راه يعني كان حدث في شكل انك باش دير واحد ليفوكياسيون ديال واحد الساكنه كامله والسدود الى اخره. ولكن رغم ذلك دائما خص يكون هذه الرؤيه عندنا، وخاصه خصها تكون في المجتمع المدني، الجمعيات في هذا المجال. انا اذكر في 89 كانت واحد الجمعيه ديال اسمهم اصدقاء البيئه، يعني ونشط معاهم الى حد ما، وكان تحضر بطبيعه الحال على البيئه، القضيه التشجيع، على مجموعه الاشياء، وكان من بين الامور الاخرى جمعيات اخرى، ولكن للاسف احيانا الجمعيات كتبدا وكتفضى ما كتكملش، كيكونوا فيها اطور، كتكون فيها مجموعه ديال المساهمات، وهي ديال كيف نتعامل مع الافات، خاصه كيفاش نقدروا نسندوا الوقايه المدنيه. واش دير مثلا احيانا بحال دير مناورات، لا قدر الله مثلا نعتقدوا ان المدينه وقع فيها مثلا حريق ولا وقع فيها فيضان، كيفاش نتصرفوا، كيفاش تكون عندنا ديك الثقافه ديال اننا ديال السوفتاج، ديال التعاون، ديال مجموعه الامور. وهذا الشيء هذه الرؤيه خص تكون عند المغرب، خاصه على مستوى الجهات. وانا نظن هذا الامر لا على مستوى السلطه ولا على مستوى المنتخبين كاينه. الغابات ما يجيش اي واحد يدخلها، هذاك الشيء اللي كيؤدي للحريق
سواء يعني هذاك الشيء ديال العشب اللي كيبقى والربيع واللي كيتحول لسميتو، ولا الناس اللي كيقصدوا الغابه وهذاك الشيء ديال الزاج الى اخره، يعني مجموعه الامور. انا نظن هنايا خاصه وزاره الفلاحه عندها دور في هذا المجال، المياه والغابات عندها دور ودور كبير، ومع ذلك كتوقع لك مشاكل. لكن هذا العام انا بالنسبه لي شفتو في الجزائر زعما بكل صراحه، بكل صراحه استغربت بالضخامه ديالو والهول ديالو، في نفس الوقت التعامل ديال الدوله في حد ذاتها ولا واحد التعامل اللي هو بحال اللي عجز، وفي نفس الوقت ما كتلجاش الاعانات الخارجيه. احنا مثلا اعتقد في فتره من الفترات المغرب يعني عان اسبانيا ولا البرتغال في شي حرائق، نفس الشيء حتى هو. هنا يجي الدور ديال هاد التجمعات الاقليميه اللي هما مهرسين لنا راسنا، واللي خرجوا لا على بلادهم ولا على المنطقه، خاصه الاقليم ديال المغرب الكبير، لان يكون فيه تعاون، بل يكون تنسيق، لا على المستوى الامني سيدي بالنسبه للمشاكل اللي كتوقع، ولا على المستوى الهجره، ولا على المستوى هذا الشيء ديال هاد الافات الكبرى، لان احيانا الدول خصها يعني يكون اعانات من دول اخرى. هادو ما خلاو الناس تعاونهم، ما عاونوا راسهم، ما خلاو المنطقه تمشى للاسف الشديد. وشكون الضحيه؟ هو الشعب الزوالي كما يقولوا هما، الشعب الجزائري هو اللي حاليا كيدفع الثمن المسكين. هذا المعنى. والله الا البارح كنت نشوف هكا وكيدير لايف بزاف في الليل، دير لايف بزاف، وفي تلمسان، هنا في تلمسان قريب لنا، وبان حتى في مدرومه، يعني المناطق اللي وطبيعه الحال مغنيه. وشنو كتسمع البارح؟ انا خاطر انا مره كندير تعليق، نبغي غير نهبلو هذاك مصطفى بونيف، ندخل عنده كنخرج له عقله بالتعاليق. وشنو كيقول؟ كيتوعد المغاربه بانكم غادي نتوما تشواو. علاش؟ ربما احنا بعض التعاليق، ولكن هذيك التعاليق ربما بعض الاخوان فعلا ممكن يتجاوزوا فيها، ولا بمعنى بحال انت كتهدد المغاربه على اساس انه غادي يوقع نفس الشيء. هنا كتشوف الى اي درجه العقل ديال الجزائري فين اصبح. تفضل خوت. سي عبد الله، تكلمت على التعاون ما بين المغرب واسبانيا بالدرجه الاولى، المغرب والبرتغال، والمغرب وفرنسا. كاين دي بروتوكول داكور دون في الاخر دون دومين دو لوبسيرفاتوار تاع لي هذاك الشيء ديال الكوارث الطبيعيه. كاين معاونات. تصور راه اسبانيا راه مشات الوقايه المدنيه تاع اسبانيا، وساهموا في الانقاذ، وساهموا في اعاده السير، داروا ديك الخدمه داروها سي انستانتاني، يعني ماشي تحضر لها ولا، حيت كيكون داك البروتوكول قبل وموقعين عليه. كيديروا الي اون اتاك، ركب في الكاميون وقبض البابور، وراهم في كيقولوا هذيك فالنسيا ولا كيسموها هذيك اللي كانت مضروره على عقلت عليها ادريس. هادشي راه نهار اللي ناضت الحريقه في سميتو في القبائل، راه فرنسا عرضت على سميتو على الجزائر باش تعاونها، المغرب عرض على الجزائر باش يعاونها، قالت لهم لا ما خصنيش النيف والخساره. ماشي النيف، هذاك الجهل والاستهتار، وتلقى مباشره واحد شهر ونص ابري كتلقى تبون كيدشن واحد المعرض نتاع الاليات الفلاحيه، وكتهضر مع واحد السيده اللي عندها رواق في ذاك المعرض هذاك، كتبيع التراكتورات ولا المليكه باش يحصلوا. قال لها واش عندك الطياره اللي يطفيو بها النار؟ اقسم بالله ادريسي لا كنتي بصح. صاحبي غادي يشري البياسه. قال لها غير قولي لي الا كاين شي وحده نشريها وتسويت. سي مرشد، تخيل انت رئيس دوله يتكلم مع مستثمره يعني عارضه امريكيه باش يشري من عند الكندير المنتميه الى كندا. فهم انت وجمع المعلومات وشوف كيف دير لها. الامريكانيين ما يبيعوش الكندير استاذي، وقال لي نشريوها توت سويت. واش صاحبي قال لها نشريوها توت سويت. بالنسبه للكندير نورمالمون السي دريس يعني هي تابعه جو كرو الميليتار ياك اللي سوغون دي بيلوت ميليتار هما، ولكن هما الجيش ديالهم ياك. انا اعتقد واش لي بيلوت ماشي مدنيين بالك ماشي مدنيين، ولكن الفابريكاسيون ديالها راهي تمر عبر واحد البروتوكول سبيسيال. ماشي معناه انت مثلا كيما دار الرئيس الجزائري تروح ديريكتومون كوموندي كندير يجيبوها لك. مشيت 8 سنين باش تقبض، 8 سنين ولا تقبضها، مشيت 8 سنين تاع الانتظار باش تحصل على كندير. ايوا السخوي توجد في الساعه، يمشي يشري السخوي ما عرف شحال. ايوا يطفيه بالسخوي. العرض والطلب. شكون في الدنيا اللي يطلب السخوي؟ شكون؟ سي عبد الله،
سي عبد الله لا لازم هو كاينين 3 بوان لازم نشيروا عليهم في هذه النقطه هذه باش توضح صوره. المساله ديال الحرائق مفتعله وهذه الحكايه هذه رديها وروح، هذه النقطه الاولى. لانك انت لما شفنا الحرائق اللي كانت مثلا في سكيكدا ولا اللي كانت في كالما ولا هذه، تخيل في جناب طرقان ملي يعني مع الاسف يعني دمرت عن بكره ابيها، الحجم ديال القرعه صاحبي، الحجم ديال القراعي راهو كبير جدا، راه اينورم هذاك الشيء. تخيل انت كتلقى راه لو كان تجيب كاميو رموك وتشارجي بهذوك القراعي تلقى بزاف. يعني انت كي تلقى بانها قرعه عزاج اوتوماتيكمون بلا شالور كبيره. رانا شفنا ملي كنا نقراو في الصغار في الخامس والسادس كنهضروا على الفوكاليزاسيون، يعني الشمس كيشدها الدجاج وكيدير ليها التركيز ديالها في واحد البوان. وعاد البلاستيك هيا روح تجيب قرعه هكا دير فيها الماء وكونسونطراليها في واحد البلاصه اللي تكون موجهه للاشعه وحط حداها شويه ديال التبن اوتوماتيكمون غيشعل. علاش؟ لان البريكات وخاصه الا كان دوك الالات اللي مثلا ديال الشينو كذا هذوك يطرطقوا. خلي البريكه الماء مع البلاستيك، الماء مع البلاستيك حطوا في شي بلاصه وحاول تكون يعني فوكاليزي مع واحد البلاصه يعني هشه كي نقولوا حنا قابله للاشتعال اوتوماتيكمون تشعل. والتجربه نقدروا نديروها لايف كاع ما عندناش مشكل. يعني انت الشعب ما هو اصلا في تربيته لو كان تسمع سي مرشد بالسيتي بيري ولا ما تسمعش بها في وهران؟ واه راني وهران زرتها واحد البلاصه يقول لها سيتي بيري يا سي عبد الله حاشا قدركم، الناس راهي ترمي داك الشيء من الكادريام ايطاج يهود على البرومي ديريكت. ما تقدرش تطلع انت مع الدروج بالريحه تاع البول حاشا قدركم. يعني مواطن والله العلي العظيم سيتي بيري معروفه وعادي داك السلوك ديال المواطن، داك السلوك اللي مازال ما تعلموش. نقول لك بصراحه حنا ما غاديش نقولوا وصلنا للقمه، ولكن بدا داك السخط مثلا ديال الشعب انك تشوف مثلا الصلاح فين كيحطوا ولا شي حاجه كيديرها. مازال عندنا بعض السلوكات، ولكن انا فعلا اعرف هذا الشيء الجزائري للاسف الشديد الناس ما عندهمش واحد لا ريسبونسابيلتي فيما يخص هذا الامر هذا، وخاصه في تعاملهم مع بلادهم. وبالاحرى ملي يجيو بلدان اخرى انا كنت نشوفهم كانوا يدخلوا شي مرات يديروا شي سلوكات. هذه النقطه سي عبد الله بغيت وربما انت ادرى بهذه النقطه في النقاش. حينما ينظر الى الدوله ليس كوطن، الفرق ما بين الشعوب المتحضره واللي وصلات هو انها تنظر الى البلاصه اللي يعيش فيها كوطن، يعني يحميها باش ما كان تلقاه يزرع الورد برا في الشارع ما عندوش مشكل. علاش؟ لانه ينظر الى وطن. ولكن كاين شعب او واحد الناس ينظرون الى الدوله كمصدر رزق، يعني كعدو لها. يعني علاش دابا تشوف الغالبيه ديال الجزائريين لما يتعطاه البروجي راك تشوفهم يخرج لك هذاك المير تاع سعيده وهذاك الوالي تاعهم وهذو هيا جيبوا لنا هذا صاحب المشروع وين راه ها هو، جيبوا لنا الانجينيور. علاه درتي لهذه الحاله هذه؟ وسيد الرئيس رحنا يلا غالبيه شعبويه وصافي هذيك. غالبيه الناس اللي راهم يدوا لي بروجي ما همش يخدموا من اجل بناء الوطن، راهم يبروفيتيو. كذلك مثال الشعب ماهوش يخدم البلاد. انا نقول لك الدوله دير وراني نرمي بارثو على هادو صحاب المياه والغابات وصحاب النظافه يجيو يرفدوا هذا الشيء. يعني هو في العقليه ديالو ما ترباش. صحيح احنا ماناش واصلين للطوب ديال العالم، مازال عندنا عقليات حنا من هذا النوع هذا والكثير منهم، لكن لسنا بالحده اللي كتعاشيها الدوله. اذا انت كي تجي تتكلم على الحرائق، انا نعطيك مثال باش ما نطولش. لو كان تحضر للجزائر حتى 15 كنادير، اسكو الحرائق ما غتبقاش اوتوماتيكمون تبقى؟ علاش؟ لان البنيه او لا هذه السلسله اللي كنوصلوا بها للاخر ديال الحرائق راهي كتبدا من المواطن، من وعي الشعب. مادام ما كاينش اوتوماتيكمون غتبقى تبان لك ديما وغتبقى على مرتبه. الحاجه اللي ناقشتها السي عبد الله في النقطه ديال علاش مثلا الدوله الجزائريه ما طلبتش المساعده الدوليه. انت كتشوف رئيس مع بيدرو شانسيز جايب الحلوى ويقطع في الحلوى، هذه رساله بان كل شيء راسو كونترول، بمعنى راه ما كاينه لا ازمه لا والو، الامور راهي ترونكيل. لان الدوله تخاف من انفجار الغضب اكثر من انفجار النار. ما باغينش الشعب يثور. هذاك الشيء علاش هذاك الوليد اللي يسميوه جلال 09 ديال حمام الواد راهم مشاو قبضوه. واش قال في الفيديو هذا؟ قال لي يا سيد الرئيس هاد الناس راهم ولاد مجاهدين وراهم مازال عايشين في البرارك وراهم حتى واحد ما جاهم، الناس راهي تموت في الديار، رفدوه. ما قال والو، سب شي واحد عير شي واحد، لكن خوف النظام من ان هذه السلسله هذه تطلع وتكثر والشعب كامل يرون، هنا توقع الكارثه. هذا علاش الدوله لم تعلن حاله الطوارئ وراهم ضاربين بسكته، رغم ان كما قلت الاقمار الاصطناعيه اعطت يعني الصور مع الاسف كارثيه ودمار والحق بالمناطق خصوصا الولايات الشماليه، خصوصا قالما وسكيكدا ووهران وتيبازا راهي لا اله الا الله. اسال الله تعالى السلامه. تحياتي.
عبد الله تحياتي لك يكون في يا عونهم سي وصافي إدريس. هادشي اللي كان صراحه. اسمح لنا عبدو، شدينا لك شويه اللايف مع الاساتذه الكرام ديالنا شويه لا في لا النقاش لا هذا. لا افيك بليزير غادي افيك بليزير نخرجوا انا من علاش النقاش ديالكم. انا طلعت غير النعناع تاع البروج فين صدقناه في الجيري وصدقناه في الروينه الكحله. ولكن لا شوف بالعكس، بالمناسبه هذه هادشي مزيان. نسلموا على السي ادريس والسي عبد الله، يعني هذه مده ما شفتهمش بجوج بهم، خصوصا هذاك السي عبد الله هذاك اللي راه كان سال واحد البرد نتاع اتاي، والله اعلم هذا العام غادي نشربوه في ذاك فين ما بغيت فين ما بغيت كي تجي خويا مرشد مرحبا، راك عارف الدار وعارف البلاصه. السوق تاع ريسلان تاع الله نشربوا تما اتاي، نشريو شويه عسل وشويه سردين وشويه صوالح تاع سوق ريسلان ادريس. قال لي الصوت سوق مشى. ريسلان ديال الميكرو. واش من سوق؟ ريسلان لا ما فين راه هذا؟ داير ولا ريسلان بلاد زياش، بلاد ديال زياش فين مدفون الاخ ديال زياش والوالد ديالو. هي مشيت تافوغالت تعرف تافوغالت تافوغالت تما كاينه ريسلان، هي كما نقولوا من القبائل ديال بني زناسن بني وريمش سميوها ريسلان. تما بعدا فين هذيك تما كاين بعدا القبيله ديال زياش. هذاك السوق زوين، سوق الحد زوين اخويا مرشد، انا كنت نمشي له ديما، فيها يعني جميع الشيء اللي بغيت، يعني كاع المنتوجات ديال المنطقه من الخضار اللحوم اللي بغيت الشريحه